السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن ملخص مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد اللي لسه خالصه من شوية 3-2 لصالح أتلتيكو مدريد. طبعا كلنا عارفين إن دي مباراة ودية. كل فرقة من فرقتين عندها تارجت في المباراة. أتلتيكو مدريد عايز ينشط اللعيبة الاحتياطي اللي ما لعبش فيهم خلال أول 17 مباراة من الدوري الأسباني. ونادي الأهلي طبعا بالنسبة له موضوع بوليتيكال شوية سياسي، عايز طبعا نبذ العنف والإرهاب، وطبعا تنشيط القومية العربية والسلام وإلى آخره. وبرضه اللعيبه اللي ما لعبتش خلال الدوري برضه الاهلي او لعيبه الدكه بتاعت الاهلي برضه تاخد فرصه في المباراه دي. طبعا المباراه بدات حماسيه في اول ثلث ساعه. شفنا كهربا عامل شغل جامد من الجنب الشمال. وشفنا الفرق جيم مفتوح، الفرقتين دي بتوصل وتضيع والفرقه دي بتوصل وتضيع، ويمكن الاختراق كان اكتر من جانب او كان على النادي الاهلي اكتر من اتنين قلبي الدفاع. كان بيقف على خط واحد، كان الاختراق منهم بصوره مش طبيعيه. ولكن رباعي خط ظهر النادي الاهلي كان بيصد معظم الهجمات اللي بتيجي عن طريق فرقه اتلتيكو مدريد. وما ننساش برضه يا جماعه ان سواء كان الاهلي او اتلتيكو مدريد التشكيلتين كانوا مختلفين. يعني اتلتيكو مدريد بيلعب باحتياطي، فلعيبه اول ما فيش ربط وتناغم بينها غير في اخر نص ساعه مسكوا نفسهم شويه وقدروا يسجلوا 3 اجوان. وفرقه النادي الاهلي اتغير، لعب 25 لاعب. فطبعا على قد ما كان بيعمل ريفريشمنت وطاقه بوزيتيف انرجي طول المباراه واللعيبه بتنزل بلياقتها، على قد ما برضه في الاخر غياب الربط والانسجام. بعد ما كنا الاهلي متقدم 2-0 خسر 3-2. الشوط الاول طبعا بدا حماسي زي ما قلنا من الفرقتين، وكهربا عمل شغل جامد من الجنب الشمال. بعد تلت ساعه الدنيا هدت شويه وبدا الماتش يروح في اتجاه اتلتيكو مدريد مع اول تغييرات لحسام بدري، نزل 4-5 نشط المباراه. نزول مؤمن زكريا اللي شد الفرقه تماما ناحيه الهجوم، وقدر يعمل كره اسيست كان يجيب منها جون، وقدر يسجل الهدف الاول. بالاضافه الى حسام غالي كابيتانو كان متقل خط النص تماما وخلى الاختراقات تقل خالص من المنطقه دي. طبعا في الشوط الاول اتلتيكو مدريد ما لعبش لا على الكور الطوليه ولا على الكور العرضيه، وكان مركز على الاختراقات من العمق. انتهى الشوط الاول 1-0 لصالح النادي الاهلي. بدا الشوط الثاني بدانا نشوف فرديات من بعض اللعيبه زي اسلام محارب اللي كان عايز يرقص 4-5 لعيبه ويخش وشاط من بره ال 18 يعني بكوره ساذجه جدا. ثم كرة ولا اروع ما بين شلهوب نجم النادي الهلال السعودي اللي ادى الكرة لاحمد الشيخ، كرة ولا اروع. استطاع ياخد منها فاور. الفاور ده اتنفذت منه كرة بمنتهى الجمال وفولو جيد من احمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعد الهدف الثاني طلع طبعا شلهوب، ودي كانت حاجه مش كويسه برده. يعني كنا محتاجين نتقل على التغييرات دي شويه. طلع شلهوب وطلع احمد الشيخ ونزل حمودي اللي نازل يلعب استعراضي فقط لا غير. الراجل بيرقص ويخش ال 18 ويخش 6 يارده ويلعب بالعرض. كل الكور دي ما فيش منها انتاجيه هجوميه. بدات ما فيش يعني ربط جامد بين اللعيبه، سواء كانت اللعيبه اللي من العربيه او اللعيبه اللي من الاهلي او من الفرق الثانيه. ما فيش ربط وانسجام تماما. بالبلدي كده انت لعبت اول ساعه باللعيبه اللي هي وش القفص بالبلدي، والاخر نص ساعه لعبت باللعيبه اللي هي درجه كواليتي. مش عايزين برضو على يعني لعيبه محترمه وكل حاجه، ولكن لعيبه كواليتي اقل بكتير من اللعيبه اللي لعبت اول ساعه. وبالتالي شفنا فرقه اتلتيكو مدريد بتركب مباراه في اخر نص ساعه وبتستطيع ان هي تسجل 3 اهداف لينتهي. وده غير مضيعه فرص كتير عن طريق طبعا لاعب جاميرو، ان هي ضيعت فرص كتير. وتنتهي المباراه 3-2 لصالح اتلتيكو مدريد. نبتدي نعرض اهم اللقطات الشوط الاول. هنشوف اول هجمتين لكهربا اللي احنا قلنا عليهم. دي كوره جميله، كهربا بيقف، هو الكنترول خانه شويه ولكن الراجل كافح مع الكوره وحاول معاها. انتهى الفات المولد ولكن الكرة إلى الخارج. بعديها برضو هجمة تانية هتوصل لكهربا، هيدي ثرو باس ولا أروع لفهد المولد هو والجون، ولكن اتخض ببلد الراجل يعني ما جاتش، رغم انه نجم كبير ولاعب كبير عن فهد المولد. هنا انا عايز اعرض الكورتين اللي بقول عليهم اللي هم طبعا هي كور كتير، ولكن الاختراق اتنين قلبي الدفاع قلبي خط النص فيندر، اتنين على خط واحد اخترقهم بكوره ساذجه جدا. وشفنا الكوره دي بتنفذ كتير رغم ان كان في بطء في التحضير في فرقه اتلتيكو مدريد. بص الاتنين على خط واحد انضرب منهم الكوره بمنتهى السلاسه، ولكن دفاع الاهلي كان او رباعي خط ظهر الاهلي كان بيلعب بصوره جيده. ثم بعديها هنجيب كوره تانية برضو هما الاتنين هيجوا على خط واحد وهينضربوا بكوره واحده. ماشي الكوره هنا هما الاثنين هما انضربوا بكره واحده برضو، ولكن برضو دفاع النادي الاهلي
رباعي خط الظهر كان بيلعب بصورة جيدة خلال الشوط الأول. ثم هنشوف الكرة اللي بعد كده. هنا طبعا شايفين بطء في التحضير رهيب في مناطق اتلتيكو مدريد. طبعا لسه تشكيلة او توليفة بتلعب مع بعض لسه يعتبر لأول مرة. طبعا ده تصدي رائع جدا جدا من احمد عادل، كورة ولا اروع. توقع وتصدي رائع جدا 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 من احمد عبد المنعم. هنا مؤمن زكريا، قلنا الراجل شد الفرقة جامد. هنا نشوف مراوغات واختراقات ودخول واسيست ولا اروع لمحمود عبد العزيز اللي الراجل حطها بجوار القائم. ده اللي احنا عليه اللي هو مؤمن زكريا شد الفرقة، شد فرقة النادي الاهلي. ثم هنا بقى دي هجمة مرتدة منظمة، يعني دي هجمة مبنية صح. بص المجموع خط النص بالتمركز اللعيبة، ثم اللعب على الجناب، ثم كرة عرضية، كرة عرضية تتشتت، ثم مؤمن زكريا اللي واقف عند القوس هنا بمنتهى الجمال ومنتهى المعلمة محرزا الهدف الأول. نبص عليه تاني يا جماعة، هجمة مبنية صح، طالعة صح، تمركز بين ثلاث لعيبة، واحد عند القائم القريب، واحد عند القائم البعيد، واحد عند القوس. مؤمن زكريا جون ولا أروع، جون 10/10. جاب زيه أو أخوه تقريبا كان في فرقة روما برضو، أحمد الشيخ برضو أحرز في روما. بعديها برضو فرصة تانية ضايعة، كورة ولا أروع. ثم هجمة مرتدة على النادي الأهلي. هنا انا جايب الكرة دي عشان ابين ان في وجود رامي صبري الكور العرضيه عند النادي الاهلي اتحلت، اللي كنا بنشتكي منها في الفيديوهات الاخيره ان الاهلي عنده مشكله في الكور العرضيه. هنا رامي صبري تمركز جيد جدا، لاعب نادي انبي، راجل منتهى المعلمه، بيطلع الكوره. ثم نشوف اهم لقطات الشوط الثاني. طبعا دي الكوره بتاعت اسلام محارب، عايز يرقص خمسه، يعني داخل في وسط دفاع اتلتيكو مدريد ويعني بيشوط من بره ال 18، الراجل خلاص مزنوق، فرقته خسرانه. ولو ان اسلام محارب كان لسه بيلعب ماتش امبارح يعني دي بقى كرة شهلوب، استلام ولا اروع. يعني الراجل خد الكوره من الدفاع، الراجل اخد الكوره من الدفاع، استلام ولا اروع، ثم يدي الكوره ثرو باس لاحمد الشيخ في منتهى الجمال، اللي يرقص ويراوغ ويستطيع الحصول على فاول من كان حساس جدا، اللي تنفذ صح جدا، وفولو من احمد الشيخ، واستطاع ان يحرز بيه الهدف الاهلي الهدف الثاني. التنفيذ بتاعه جيد جدا جدا، وفولو من احمد الشيخ الاحراز الهدف الثاني. تنفيذ جيد جدا للكوره، احمد الشيخ اهوت الراجل اخر واحد، وفولو ممتاز لاحراز الهدف الثاني. بعد كده طبعا الاهلي للاسف لعب على الفرديه. ثم التغييرات اللي هي برضو كانت اللعيبه اللي مستواها كواليتي اقل بكتير من اللعيبه اللي كانت قبل كده. دي كوره طبعا لحمودي والاستعراض، الراجل لا شاط ولا بصل لزميله ولا اي حاجه خالص، ودخل بدل ما يدي لزميله عمال يلف ويدور حوالين نفسه، وبيلعب دايما على الكوره الصعبه، يعني بيلعب استعراضي بطريقه غير عاديه، وطبعا بيضيع الكور السهله على فرقته. هنا طبعا ده طبعا الهدف الاول لفرقه اتلتيكو مدريد، اخر نص ساعه 3 اجوان، كره عرضيه بيلعبها جميرو بالهيد في الجون، جون ساذج جدا يعني. هنا الكرة دي انا عايز اتكلم فيها على حسين السيد اللي اخد الكرة من الجون للجون، ولكن مفيش دعم قدام كويس، مفيش غير لاعب واحد لوحده. يعني حسين السيد اخد الكرة من الجون للجون، وبعديها الجون التاني جه من الزاويه اللي هو فيها، والراجل كان متواجد، يعني عمل سبرنت، اخد الكرة من جون للجون، ورجع عمل سبرنت تاني، رجع في منطقة جزائه. ولكن طبعا عدم تمركز الدفاع الجيد وخروج احمد سامي اللي كان بمثابة صمام امان جنب رامي.
ده الهدف الثاني. سذاجة جدا من دفاعات النادي الاهلي برضو يعني، توليفة أول مرة تلعب مع بعض. ثم الهدف الثالث نموذج للهجمة المرتدة، يعني نموذج للهجمة المرتدة، كانت هجمة للنادي الأهلي، نموذج للهجمة المرتدة. هنا كانوا 3-2، يعني هنا 3-2، هنبص نلاقي ده زاد بقى 4، هنا كان 3-3، هنا أصبح 4-3. اللاعب ده هيتقدم في نفس اللحظة دي. هنا بقى الخبرة ان هو ادى الكرة ثرو باس لزميله، ده تاه هنا في النص، يروح يقف مع ده ولا مع ده، لما زميله طلع ضغط على ده خلاص اصبح واحد بين اتنين، فاصبح الثرو باس سهل جدا. ودي يسأل فيها الارتداد من الفرقة التانية، اهو هنا ده طلع ضغط فاصبح ده بين اتنين خلاص، ثرو باس ولا اروع، مسجلا الهدف الثالث. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو نضغط لايك ونعمل سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الماتشات الجايه.